أنا ولد الشعب وهذه علاقتي بالملك محمد السادس. آخر لقاء مع الناشط سفيان البحري قبل وفاته أبكى المغاربة. سكتة قلبية تودي بحياة سفيان البحري. متابعينا الأعزاء، أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبين. تعازينا للأسرة ولشعبنا، شعب المغرب، الشعب الطيب. بارك الناشط الإلكتروني المغربي سفيان البحري المشهور بإدارة صفحة محب الملك محمد السادس على موقع فيسبوك، وذلك أثر تعرضه لعارض صحي مفاجئ في منزل عائلته بمدينة سلا. وفقا لمصادر خاصة، تم نقل البحيري على وجه السرعة إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، إلا أن جهود الفريق الطبي لإنقاذه باءت بالفشل ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بحالته. كما يعتبر البحيري من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي الرقمي بالمغرب، حيث اشتهر بنشر صور حصرية للملك محمد السادس في مناسباته غير الرسمية، مما اكتسب شعبية واسعة ومتابعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي. تعازينا الحارة إلى أسرته وأصدقائه ومحبيه، أسكن الله فسيح جناته، والصبر للجميع، إن لله وإنا إليه راجعون.